المتسابق صباح خلف علي من العراق. أشارك عن فرع التجويد. سأقرأ إن شاء الله من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان
تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الأخ صباح علي من العراق، قراءتك في الحقيقة جميلة ومؤثرة، وبالنسبة لطبقة الصوت استخدمتها استخداما جيدا. تنقلك في الأداء الصوتي أيضا كان رائع وجميل. الناظر لأحكام التجويد يرى أنها لا تختلف في القراءة المجودة عن المرتلة، ولذلك تتساوى الأحكام جميعا. على سبيل المثال، يعني مثلا في المد العارض للسكون، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تكن في مدها مثل بسم الله الرحمن الرحيم، فلا بد، واللفظ في نظيره كمثله، لا بد أن تتساوى المدود. أيضا حينما يقرأ القارئ بعلامة استفهام، مثال ما بدأت واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه ما تعبدون، الاستفهام ما هنا استفهام، ما تعبدون، هكذا. وأيضا الوقوف على رؤوس الآية من السنة، وهي أيضا أنت اخترت موضع آياته قصيرة حتى تساعدك على النفس، فلماذا خلطت بين الآيات؟ فالوقوف على رأس الآية سنة. على كل حال قراءتك جميلة ومؤثرة، واستخدامك وتوظيفك للصوت كان جيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى لك الإعانة والتوفيق. الحمد لله، كانت تلاوة